السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة تحميل ستوريات على الواتساب. فالعديد من الأشخاص لا يعرفون هذه الطريقة، أو لا يعرفون حتى وإن كانت هذه الطريقة ممكنة على الواتساب الرسمي أو العادي. فيمكنك تحميل أي صورة أو أي فيديو رأيته في الستوري على الواتساب. فلنقوم بتحميل الفيديوهات أو الصور التي توجد في ستوريات على الواتساب. يكفي أننا سوف نرى هذه الستوريات، ثم بعد ذلك عندما نقوم برؤية الستوري التي نريد يعني تحميلها، كانت ستوري فيديو أو صورة، سوف نذهب إلى فايل مانجر، ثم سوف نقوم بالدخول إلى هذا الملف، ملف أندرويد هكذا. ثم سوف نقوم بالضغط على ميديا. بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على com.whatsapp، ثم سوف نقوم بالضغط على واتساب. ثم بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على ميديا. هنا سوف نقوم بالضغط على هذه النقاط الثلاث هنا في أقصى اليمين هكذا. سوف تجدون بأن الهاتف لا يظهر الملفات المخفية. سوف تكون بهذا الشكل. ما عليكم هو الضغط على هذه النقاط الثلاث، ثم سوف نقوم بالضغط على Show Hidden Files أو إظهار الملفات المخفية هكذا. ثم سوف تظهر معنا الملفات المخفية. سوف نقوم بالضغط على Status هكذا. سوف نجد كل الستوريات التي رأيناها، سواء كانت فيديو أو صورة، سوف تجدها هنا محملة. فهذه هي الطريقة، طريقة سهلة، لن تحتاج منك إلى تطبيقات أو واتساب ذهبي أو واتساب جيبي أو إلى غير ذلك. فإذا استفدتم من الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو. في أمان الله.